تخيل لو عقلك بيكره المذاكرة مش عشان صعبة، لكن لأنه اتعلم يربطها بالألم. والأغرب إن في خدعة نفسية واحدة ممكن تخليه يدمنها زي ما بيدمن السوشيال ميديا. أنا عايز أحكي لك على طالب زينا، بس كان دايما بيحس إن المذاكرة سجن. كل مرة يفتح كتاب يحس إن صدره بيتقفل، يحس بخنقة ودماغه تقوله قوم العب، افتح يوتيوب، سيبك من ده. والطالب ده كان أنا. كنت فاشل حرفيا، مش عشان غبي، لكن لأن عقلي ربط المذاكرة بالضغط، بالقلق، بالدرجات، باللوم. ومفيش إنسان بيحب الحاجات دي. لحد ما في يوم كل حاجة اتغيرت. كنت قاعد في أوضتي الساعة 2 بعد نص الليل، فاتح كتاب مش قادر أركز فيه، وبعيط حاسس إني ضايع، واليوتيوب شغال في الخلفية. وفجأة لقيت فيديو لدكتور أجنبي بيقول جملة غيرت حياتي: Your brain doesn't hate studying, it hates the emotion you attach to it. دماغك مش بيكره المذاكرة، هو بيكره الإحساس اللي انت رابطها بيه. جملة بسيطة، بس بالنسبة لي كانت قنبلة. العقل البشري عنده آلية اسمها علامة الربط الشرطي العاطفي. يعني إيه؟ يعني أي حاجة بتحصل في حياتك لو حصلت معاها مشاعر سلبية، العقل بيربطهم ببعض. يعني لو كل مرة تذاكر كنت تحت ضغط أو خايف أو بتتعاقب أو بتتقارن بحد، عقلك بيخزن ده ويقولك المذاكرة قش ألم، وعشان كده بتتجنبها. مش لأنك ضعيف، لكن لأنك طبيعي جدا بتحاول تحمي نفسك من الألم. إيه الحل؟ في خدعة نفسية واحدة بسيطة لكن مفعولها زي السحر: إعادة برمجة الرابط العاطفي مع المذاكرة. يعني إيه؟ يعني تبدأ تذاكر، بس مع كل مرة تكافئ نفسك بحاجة بتحبها. بعدها تسمع موسيقى بتحبها وانت بتذاكر، تذاكر في مكان بتحبه أو في نور وشكل مريح. تبدأ بأبسط حاجة، مش أصعب حاجة. المهم تعلم عقلك إن المذاكرة شعور إيجابي، واللي بيحصل بعدها صادم. أنا بدأت أعمل كده. كل مرة بذاكر فيها حتى ربع ساعة كنت بكافئ نفسي بحلقة من مسلسل، أو بطلع أمشي، أو حتى شوكولاتة صغيرة. كنت بذاكر وأنا مش سامع صوت اللوم، كنت بذاكر بصوت موسيقى هادئة. وفي كل مرة كنت بقول لنفسي أنا مش بذاكر علشان أنجح، أنا بذاكر علشان أحب نفسي. ومع الوقت عقلي اتعلم، اتبرمج من جديد، وبقيت لما ما بذاكرش بحس في حاجة ناقصة. الدراسات النفسية بتقول إن المخ بيكون روابط بناء على التكرار والمشاعر. في تجربة مشهورة جدا اسمها كلب بافلوف. العالم الروسي كان بيضرب الجرس قبل ما يقدم الأكل للكلب، وبعد تكرار العملية الكلب بقى يسيل لعابه لمجرد سماع الجرس حتى لو مفيش أكل. نفس المبدأ ده بيحصل معانا. انت لما تربط المذاكرة بمشاعر إيجابية وتكرر ده، دماغك بيبدأ يسيل لعابه لما يشوف كتاب. الناس فاكرة إنهم بيكرهوا المذاكرة، لكن الحقيقة إنهم بيكرهوا نفسهم وهم بيذاكروا. بيكرهوا صوت النقد الداخلي أو المقارنة أو الإحساس بالفشل، مش المذاكرة نفسها. فأول خطوة اعرف إن المذاكرة مش عدوك، العدو هو الطريقة اللي بتذاكر بيها والإحساس اللي بتحس بيه وقتها. تكنيكات تطبيقية لازم تجربها فوراً. 1. قاعدة ال5 دقايق. قول لنفسك هفتح الكتاب 5 دقايق بس كده دماغك هيقبل ده لأن الضغط أقل، وغالباً هتكمل أكتر من كده بدون ما تحس. 2. طقوس قبل المذاكرة. اعمل روتين بسيط قبل ما تبدأ: كوباية شاي، إضاءة معينة، كرسي مريح، بخور خفيف. عقلك هيربط ده بالهدوء والتركيز. 3. صوتك الداخلي، غير الجملة اللي بتقولها لنفسك من أنا لازم أذاكر إلى أنا بختار أذاكر علشان مستقبلي. 4. جدول المكافآت. اكتب جدول كل ساعة مذاكرة، شكل مكافأة، حلقة، أكل بتحبه، رياضة، لعبة، مكالمة حد بتحبه. السر العلمي اللي بيخلي المذاكرة عادة في كتاب العادات الذرية بيقول الكاتب: الناس بتتغير مش بناء على أهدافها، لكن بناء على هويتها. يعني لو فضلت تقول أنا طالب فاشل لازم أذاكر، عمرك ما هتذاكر. لكن لما تقول أنا إنسان منضبط بحب أتعلم والمذاكرة جزء مني، عقلك يبدأ يصدق وسلوكك يتغير تلقائيا. اوعى تسيب حد يضحك عليك ويقولك انك مش بتحب المذاكرة. انت بتحب النجاح، بتحب تحس بالفخر، بتحب تكسب، بس عقلك اتعلم غلط. والنهاردة انت بدأت تتعلمه الصح. مش مطلوب منك تذاكر 10 ساعات، ابدأ ب5 دقايق. مش مطلوب منك تبقى الأول، بس كن أفضل من امبارح. كل حاجة كبيرة بتبدأ بحاجة بسيطة، وكل عقل عظيم اتكون من فكرة صغيرة. لو حسيت ان الكلام ده لمسك، لو حسيت انك مش لوحدك وسمعت صوت داخلي بيقولك انا هبدأ من النهاردة، اكتب لي في التعليقات انا هبرمج عقلي من جديد. وعلشان اساعدك اكتر اعمل لايك واشترك، لان الجايات اقوى وهنفجر اسرار العقل واحدة واحدة. مستنيك هناك يا بطل.